الحته اللي واقف عندها واللي عايز اخد رايكم فيها واللي عايزكم تقولوا رايكم فيها في التعليقات. هل لو الجندي قرر من تلقاء نفسه ان هو يقتل الجنود دول اللي تابعين لكيان احنا بيننا وبينه اتفاق سلام، وقرر من نفسه كده ان هو يكسر الاتفاق و يعني يفتح علينا باب اخر؟ ثم عايزك تتخيل برضه كمان ان اذا لو زي ما بقول لك كده، لو فعلا هو قرر ان هو يقطع يعني يكسر الاتفاق، لو قدر الجانب الاخر انه يثبت علينا هذا الكلام، شوف موقف البلد دي هيكون ايه برضه. وهل احنا ديننا بيقول ان احنا من السهل او من المقبول ان احنا المسلمين يكسروا اتفاق سلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بينه وبينهم قبل كده اتفاق سلام. عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اتكلم يا جماعه في موضوع الشهيد المصري البطل الجندي والجيش المصري محمد صلاح. هحط لكم بس فيديو لاحد ضباط الجيش الاسرائيلي بيقول ايه على العمل او الحدث اللي قام بيه او الفعل اللي فعله هذا الجندي. يعني شوفوه معايا وبعدين نتكلم في امور كده. مش عارف، تابع الفيديو للاخر، وعجبك الكلام حط لي في الكومنتات كده تعليقك. ما عجبكش برضو نفس الكلام حط برضو في تعليق في الكومنتات. شوف معايا بس كده الفيديو يلا. في الكرة والتلاعب بالدفاع خفرين اسمه على كل خفرين اسمه محمد صلاح. وظيفته مش اختطاف الكرة والتلاعب بدفاعات الفرق، لا، بل وظيفته اختطاف الأرواح والتلاعب بدفاعات دولة إسرائيل وجيشها. محمد صلاح صار هو الهداف التاريخي لشعب مصر بعد ما سجل هاتريك في صفوف جيشنا وضرب رقم قياسي جديد. أنا يؤمر لمنهجي مدينة إسرائيل، إذا كنتوا عجزانين عن مواجهة شرطي مصري مش مدرب، فكيف بتحكوا عن درب إيران وبتدعوا إنكم مستعدين لمواجهة متعددة الساحات؟ والله إذا الشعب المصري هجم علينا ما راح ناخد معهم غلوة. الأرض بتتكلم عربي وما راح تتكلم عبري أبدا، مهما حاولنا التشويه وتزوير التاريخ والحقائق. لذلك أنا بقول وبكل أسف باي باي إسرائيل، باي باي إسرائيل، باي باي إسرائيل. كده يا جماعة بقول لك ان يعني لو قام علينا الشعب المصري احنا مش هيبقى لنا وجود. اولا نحتسب يعني هذا البطل عند والعمل اللي قام بيه يعني في ميزان حسناته، اذا ما كان الامر في اطار القيام بواجبه وحماية ارض الوطن على الحدود ما بين مصر والكيان. الراجل ده على حق. احنا طبعا في روايتين في اصل القصه. يعني في الروايه اللي اعلنها الجانب الاسرائيلي، ونفس الروايه برضو اللي اعلنها المتحدث باسم الجيش المصري، واللي هي بتقول ان كان في مطارده لاحد العناصر الاجراميه بتقوم بعمليه تهريب على الحدود ما بين مصر والكيان المحتل. القصة دي بتقول ان الراجل قام بواجبه وزاد بدمه عن حماية هذا الوطن وهذا الشعب وهذه الارض. هم دول ولاد مصر. دي الرواية اللي احنا يعني بنتكلم في يعني على اساسها دلوقتي، واللي الحقيقة ان لازم برضه ناخدها في اعتبارنا. هي دي الجهات الرسمية واللي كل وسائل الاعلام العالمية اتكلمت عليها. لكن في برضه روايه تانية بيتكلم عليها العامه بقى برضه. يعني وهي ان هذا الشهيد او هذا الجندي
ان مفيش عمليه تهريب ولا حاجه، وان هذا الجندي قام بالعمليه كده من تلقاء نفسه وحب يعمل هذا العمل حسب ما دماغه قالت له يعني، او نوهت له يعني. طبعا كلنا عارفين ان في اتفاقيه سلام ما بين مصر والكيان، واحنا كمسلمين عارفين ان طالما في اتفاق او اتفاقيه سلام يعني ما يصحش ان هي تنكسر، حتى لو انت قررت من دماغك كده من تلقاء نفسك انك تكسرها. ده يعني قرار مش مقبول. يعني مش عارف اقول هل يقبلوا الشرع، هل يقبلوا الدين؟ انا اعتقد لا. لو انت بالفعل، لو الجندي ده قام بالفعل يعني بمطاردة المجرمين دول او المجرم ده، ثم حصل اشتباك بينه وبين الجنود في جيش الاحتلال، فالراجل ده قطعا ما فيش كلام، هو ان شاء الله نحتسبه من الشهداء. اما لو قرر من تلقاء نفسه، ده الكلام اللي ممكن ما يعجبكش، ولو ما عجبكش قول لي يعني، ناقشني برضه في التعليقات كده وقول لي، من تلقاء نفسه ان هو يكسر اتفاق الدوله اللي بتضم 110 مليون، قرر من نفسه انه يكسر الاتفاق ويدخل الامه في حرب، ده بقى شو انتوا قولوا لي رايكم انتوا، هيبقى ايه؟ هل بالفعل يعتبر شهيد ولا لا؟ هنحتسب ان شاء الله عند الله من الشهداء يعني، ان شاء الله ان شاء الله، ويكون الروايه الرسميه هي الروايه الصحيحه والاصح، لان الامر برضه في لبس كتير، بدليل ان في يعني لجان مشتركه دلوقتي اللي تقصي الامر والتحقيق فيه، ويعني وهيعلنوا لنا برضه في النهايه الامر هو، واعتقد ان هي برضه هتبقى النتائج في نفس طور الاعلان الاول يعني للحادث. بس انا صحيح نقضوه، ما بقولش لا، بس هم اللي نقضوه، هم اللي ينقضوه. ما اعرفش دينهم يسمح لهم او لا، بس انا بتكلم عن ديننا احنا كمسلمين. هل ديننا يسمح لنا ان احنا نكسر اتفاق سلام بين شعوب؟ ما هو خد بالك ان برضه في الشعب الاسرائيلي ناس مش حابه الحرب، ولا حابه حتى احتلال اسرائيل، ولا حتى حابه احتلال اسرائيل لفلسطين. فلازم برضه الناس دي تبقى في اعتبارنا يعني، وتبقى في اعتبارك ان في ناس زي ما في ناس هنا مش موافقه، مش حابه الكلام ده، في ناس تانية مش حابه زيكم برضه يعني، او زينا برضه يعني، او فاهم. فانا في رايي الشخصي ان لو قرر من تلقاء نفسه ان هو يدخلنا في هذا الاتون يعني، يبقى الامر عليه علامات استفهام. ما بقولش ان احنا مش لا طاقه لنا بهذا الاتون او لا، بس بقول ان الناس دي احنا اعطيناهم ميثاق الامان، ويبقى حرام لو كسرناه. هتقول لي طب ما هم بيكسروه كل يوم مع اخواننا الفلسطينيين دول دوله، ولهم قياده، ولهم ناس مسؤوله عنهم. ما تقوليش لا طاقه، لا، ده شعب اعزل، بس في النهايه له حكومه وله رئيس. احنا طبعا ما بقولش ان احنا نتخلى عنهم ولا الكلام ده، لا، بس اقصد اقول لك ان احنا الامه المصريه في اتفاق سلام بينها وبين هذا الكيان. لابد ان احنا نبقى عارفين ان ديننا بيقول لنا لا، سلام من جانب واحد. اذا هتنقض لازم تعلمهم. ده حتى لو الحرب دايره، خد بالك يعني، لو الحرب دايره كده بيبقى والجيشين على خطوط التماس مع بعض، بتيجي لحظات يقول لك هدنه مؤقته، يتدخل بعض الجهات ويقول لك في هدنه مؤقته لسحب المعدات التالفه والارواح والشهداء والموتى تقف الحرب لحين اجلاء هذا الشيء يعني، او هذه الاشياء لحين ما تتم، ثم تستأنف المعارك مره اخرى. خد بالك وانت في الحرب، في اتفاق سلام مؤقت او هدنه مؤقته، ما يبقاش انت في اتفاق سلام حتى مش في هدنه، وتقول مثلا قررت انا بقى من تلقاء نفسي ان انا ايه اكسر هذا الاتفاق وماليش دعوه بيه وكلام من زي كده. ليه؟ لان وفي رقباته اصلا في الاصل بيعه. واخد بالك انت ليك ولي امر يعني، ولي الامر هو المسؤول عن هذا الامر. حتى ولي الامر له مستشارينه ومساعدينه المتخصصين في هذا الجانب. اذا ما قرر ان ولي الامر قرر انه يعني يكسر هذا الاتفاق ويوقفوا اتفاق السلام يعني، فما يبقاش انت من نفسك تقرر هذا الامر وتاخده وندخل بقى بالامه كلها ونتحرك في اتجاه ايه؟ اتجاه الحرب. لو المختلف معايا يا جماعه يكتب لي في التعليقات. الفيديو اللي هحطه لك في الاول ده رايهم، وعندهم الشارع
يعني متأجج حاليا دلوقتي في الكيان المحتل بسبب هذا الفعل، وعايزين بلدهم تدخل حرب مع مصر. ما تنسوش اعمل لايك للفيديو وشير لو عجبك، ولو ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك وقول لي رأيك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.